حماتي اتجوزت ابويا عرفي، ومش عارفة اقول لجوزي ايه. خايفة اقوله يكرشني ويبهدلني ويضربني، لان انا عارفة تفكيره مع اني ماليش اي ذنب. واحدة عملت غلط انا اشيل ذنبها ليه؟ قولولي اعمل ايه؟ ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. آه مش عارفة اقول ايه والله، بس حكاية غريبة. يعني هي الموضوع غريب، قصة غريبة جدا. بتقولي أنا والدتي اتوفت من سنين، ووالدي عايش لوحده. بس مشكلة والدي إن هو كان دايما بيتجوز وبينفصل، يتجوز وينفصل، لحد ما والدتي كانت عايشة معاه عادي جدا. ست مسالمة قوي قوي قوي، وكانت طيبة جدا جدا جدا، وكانت بتقول أبوكوا دوت مش جوزي بس، ده أبويا وأخويا وصاحبي وجوزي وكل حاجة، يعمل اللي هو عايزه. من كتر طيبتها ما كنتش بصدق ان في حد كده. فكان يتجوز شرعي ويتجوز عرفي وعادي جدا، وما فيش اي مشكله بالنسبه لها. بتقول لك هو بيلف لفته وبيرجع. كنت اقول لها يا ماما ما فيش حد بيفكر زيك. تقول لي لا، بكره يعرف ان اللي بيعمله غلط ويزهق ويتعب. لحد ما تعبت وجالها المرض الوحش وتوفت. من بعد ما توفت انا اتجوزت وعادي، يعني جوازتي كويسة جدا من حد معروف، يعني قريب مننا مش بعيد. وعشت كويسة جدا، ما فيش اي مشاكل. اكتشفت تدريجيا ان في علاقة ما بين ابويا وحماتي. حماتي كانت أرملة من فترة. حماية برضو توفى وعندها ولدين، والاتنين اتجوزوا انا وسلفتي، فعايشين مع بعض كويسين ومفيش اي حاجة، وهي كانت عايشة في وسطنا كويسة. لحد ما بقت ليها علاقة ببابايا، وبقت تروح له الشقة وعادي جدا، مرة على مرة، لحد ما أنا عرفت واتأكدت والجيران أثبتولي، وعرفت واتأكدت إن هما ليهم علاقة مع بعض. وبعد كده عرفت إن هو اتجوزها عرفي، وإن هي بتروح له آه، مرتين او ثلاثة في الاسبوع، وعيالها الصبيان ما يعرفوش. وانا عارفة جوزي وتفكيره. جوزي عصبي جدا جدا جدا، ومش متخيلة ممكن لما اقول له يعمل فيا ايه او يعمل فيها ايه. ممكن يشيلني الذنب ويكرشني بولادي، ولا خليني قاعدة او يتخانق مع بابايا ويعمل مشكلة كبيرة. فانا في حيرة مش عارفة اعمل ايه. وكل مدى ما الموضوع بيكبر وبيبقى صعب عليا، لان انا محروق دمي ومحروق اعصابي ومتضايقه جدا من اللي بيحصل. ورحت كلمت بابايا، قلت له انت ليه بتعمل كده وعملت ليه كده؟ قال لي انا حر، انا ما فيش حد يحكم عليا، انا ما جيتش جنبك ولا باجي اكل ولا اشرب عندك. انا اتجوزتها عادي في الحلال، وهي بتيجي تخدمني وبتعمل لي اكلي وشربي، وبتقعد معايا يومين ثلاثه وبتمشي، ما بتباتش. هي بتروح من اول اليوم لاخره، يعني ما بتباتش. عشان ما حدش يقول لي طب هي ازاي بتبات وعيالها. عشان هي كمان مع وجهة النظر يا جماعة ان هي قاعدة ست قاعدة لوحدها، فاولادها بيزوروها يعني مرتين ثلاثة في الاسبوع. فهي لما بيروحوا مثلا ما يلاقوهاش، بتقول لهم انا في مشوار بجيب حاجة عند خالتك، يعني كلام كده يعني. لان انا سألت برضو، كنت عايزة افهم النقطة دي، يعني هي بتروح فين وولادها مش واخدين بالهم يعني. فدلوقتي الحال بقى صعب، وانا خايفة سلفتي هتقول عليا ايه، وهتقول على ابويا ايه. الست احنا طول عمرنا كويسين مع بعض ومفيش حاجة. وغير كمان ان هي حماتي نزلت من نظري لسابع ارض، وانا مش قادرة ابص لها ولا قادرة اتعامل معاها. حاسة ان انت ليه عملتي كده؟ واحدة في سنك ليه تعمل كده وتوصل للي هي وصلت له؟ اقول لجوزي ولا ما اقولهوش؟ قولولي اعمل ايه؟ والله انا مش عارفه اقول ايه. يعني واحدة في سنها، في الستينات يعني حضرتك انت يعني ليه عملتي كده؟ طب هو مثلا لو راجل وده طبع فيه وبيتجوز وبيطلق وبيتجوز وبيطلق ماشي، هو راجل عايش لوحده وعادي، يعني هو شايف ان الموضوع عادي. كبر في السن والسنين عدت بيه، وهو شايف ان الموضوع عادي وخلاص، يعني راجل
بيتجوز واحدة وينفصل عنها. طب انتي كست كبيرة قاعدة في بيتك مع ولادك وأحفادك، انتي عملتي كده ليه؟ يعني نزلتي من نفسك ومن كرامتك ومن سمعتك قدام، وكمان جواز عرفي يعني مش جواز شرعي قدام ربنا. فانا بقول لها طب ليه هو او هي اتجوزت عرفي؟ تقول لك عشان انا عارفه حماتي ما تقدرش تستغنى عن فلوسها لان هي بيجي لها معاش كويس جدا جدا كويس، فخافت ان هو يتقطع. ووالدي اكتر الاول يقول لك اللي عايزه تتجوز عرفي تتجوز، واللي عايزه تتجوز شرعي تتجوز. فدنيا يعني انا الواحد يعني بيضحك من القرف اللي بيسمعه بصراحة. يعني سنك، آه، هيبتك قدام حريم ولادك، حياتك اللي هي المفروض تبقى مقنصة لله فقط. يعني انت خلاص عايشة لربنا سبحانه وتعالى، بتصومي بتصلي بتزكي بس انت فاهمة. بس يعني هو ده اللي انت المفروض تعمليه في حياتك. بتزوري احفادك، احفادك بتزورك، بتصلي رحمك، تعملي عمرتك، تعملي حاجة. يعني كل حاجة بتبقى في السن ده ليها كده ترتيبات معينة. ازاي انت الدنيا اتنقلت معاكي نقلة زي دي، بتروحي كده زي العيلة الصغيرة اللي في ال20 سنة تتجوزي واحد في السن دوت وتروحي له يومين 3 في الأسبوع وزي اللي هربانة ومن ورا ولادك؟ طب ما الجيران كلها عرفت. ومصير ولادك يعني سكت مراته خايفة تقول أو مش خايفة، فمصير ولادك هيعرفوا. نزلتي كرامتهم في 7 أرض، كرجولة كرجالة قدام الناس، أهنتيهم كرجالة قدام الناس، أهنتيهم وكسرتيهم. لما يتعرف معلومة زي ديت في الشارع أو في المنطقة اللي انتوا عايشين فيها أو في وسط الأهالي، حاجة مش كويسة خالص. يعني أنا آسفة إن أنا سبت كله بتكلم على الحمل، بس الموضوع مضايق. يعني ليه كده؟ ليه؟ وانت لازم تعرفي جوزك، انت لازم تعرفي جوزك، خليه يعرف منك انت احسن ما يعرف من حد تاني. او انت عايزه بقى تعيشي دور العبيطه في ان انت ما تعرفيش حاجه بتاتا بتا، ولا حد من الجيران قالك، ولا حد عدلك، ولا ان انت تعرفي اي شيء خالص، وعبيطه، ولما يجي يواجهك انا ما كنتش اعرف. وما تعرفيش حد ان انت عرفتي، يعني ما تعرفيش حد ان انت عرفتي. وخلي الموضوع سر معاكي لحد ما يتعرف لوحده، وجوزك بقى هو نشوف رد فعله هيبقى عامل ازاي. لان انت مش ضامنه رد فعله، وهو مش عارف ساعتها هيبقى منفعل على امه، هيعمل فيها ايه هو واخوه، ولا هيبقى منفعل على ابوكي، ولا هيجيب بقى المصيبه كلها فيك انتي وهيبقى عايز يمشيكي من البيت. يعني احنا مش عارفين رد فعله هيبقى عامل ازاي. فانا ما اقدرش اقول لك قولي آه، اتجرأتي وانت عندك استعداد لاي رد فعل، خلاص اتوكلي على الله وقولي. ما عندكيش استعداد خالص لاي رد فعل، وعايزه تعيشي دور بقى العبيطه ان انت مش عارفه اي حاجه، وان هم معلش كبار كفايه وعملوا اللي عملوه. عيب، صح، غلط، شايفينه ايه؟ هو الجواز مش حرام في اي سن، الجواز مش حرام عامة في اي سن، بس كل سن وليه وقاره، كل سن وليه احترامه، كل سن وليه الكينونة بتاعته. فسبحان الله بقى، هي تفكير وكل واحد ودماغه مريحاه بتوديه لفين. فاحنا ما فيش اي مشكله غير ان انت بقى يا اما تقولي يا اما تسكتي خالص لحد هو ما يعرف، وهو يحل المشكله بنفسه او يشوف هيعمل ايه. ممكن تكون رد الفعل العكس تماما ويبقى محروج منك، لان الغلط الاكبر على امه مش على ابوكي. فالله يكون في عونك، ومشكله وتعدي ان شاء الله على خير. وياما هنسمع وياما هنشوف وياما هنحكي حكايات. واستنوني في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.